اهلا بيكم. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان انا اعمل لكم فيديو عن اقوى حاجة للانتصاب، وانا اهو بنفذ وعدي وجايب لكم النهاردة اقوى حاجة موجودة للانتصاب. انتصاب يستمر معاك 73 ساعة، حتى لو حصل انزال برضو الانتصاب مستمر معاك، وده مش كذب ولا مبالغة، وهقول لكم ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما عودتكم في اول كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات الناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب برضو معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدمش اي علاج او اي حاجة تاني غير لما ترجع للدكتور المتخصص او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي مناسبة ليك ولا لا. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا جايب لكم حاجة هتستمر معاك الانتصاب 73 ساعة حتى لو حصل انزال. طب ازاي هيستمر معاك الانتصاب 73 ساعة؟ علميا الانتصاب لو استمر 6 ساعات متواصلين هيحصل غرغرينة في العضو وهيحصل مشاكل صحية كبيرة. لكن لما بنقول 73 ساعة انتصاب، مش معنى كده ان العضو هيفضل منتصب ال 73 ساعة، لكن بيكون جاهز للانتصاب في اي وقت في ال73 ساعة. يعني لو انت مثلا خدتها النهاردة وجيت بكرة حبيت تعمل حاجة، بمجرد انك تفكر في الجماع هتلاقي الانتصاب حصل معاك وهيبقى انتصاب قوي جدا. طب ايه هي الحاجة دي عشان ما اطولش عليكم؟ الحاجة دي اسمها سيالس. عندك منها المستورد زي ما انتوا شايفين كده عبارة عن برطمان، وهتلاقي منها المصري ده موجود في اي صيدلية وموجود في اي مكان. المصري منه القرص بتاعه عامل 82 جنيه القرص الواحد. هو غالي شوية لكن مفعوله قوي جدا جدا جدا. العلبة زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل ومغلف من بره، ولو فتحتها هتلاقي القرص جواها او هتلاقي الشريط جواها مكون من حبيتين فقط، يبقى العلبة كلها شريط والشريط الواحد قرصين. وزي ما انتوا شايفين الحباية شكلها اصفر وبيضاوي زي ما انتوا شايفين كده، وشكل العلبة من بره كويس جدا بيدل على ان هي حاجة نظيفة. دي مخصصة للانتصاب، وزي ما قلت لكم انتصاب قوي جدا. طيب بالنسبة للمستورد هتلاقيه عبارة عن برطمان زي ما انتوا شايفين كده. البرطمان ده فيه 30 قرص من جوه، شكل القرص برضو نفس الشكل بالظبط بتاع الحباية المصري. وزي ما انتوا شايفين هتلاقي مكتوب عليها تسعيرة كده، ده تسعيرة سعودية. القرص منه هتلاقيه عامل في حدود 10 جنيه مثلا، او ممكن يبقى اقل او اكتر شوية، حاجة بسيطة. لكن الحاجة دي بصراحة حاجة قوية جدا جدا جدا، وعن تجارب ناس كتيرة شكروا فيها وقالوا عليها انها كويسة. طيب بتستخدمها ازاي؟ بتستخدمها قبل العلاقة الحميمية بساعة او ساعتين، يعني ما يقلش عن ساعة وما يزيدش عن الساعتين، ويفضل تكون على معدة فاضية، ولو هتاكل بعديها هتاكل نص بطن. دي الحاجة دي كويسة جدا يا جماعة، وعن تجارب ناس كتيرة جدا. استخدموها زي ما قلت لكم كده، وان شاء الله هتجيب معاكم نتيجة قوية جدا جدا. واكتب لي في التعليقات ايه اللي حصل لك بعد ما خدت الحاجة دي. نتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.